السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا هنعمل مع بعض دلوقتي مهلبية الرمان بالبنجر وهنشيل من الرمان. انا عندي هنا دول 2 كيلو رمان انا مفصصاه وغسلاه كويس. هنشيل منهم برضو كيس، هوريكم برضو طريقة دي طريقة التخزين زي ما انتم شايفين معايا كده. انا هنا الرمان ده مفصصاه وغسلاه كويس وحاطه عليه سكر خشن مش ناعم. ليه؟ عشان انا مثلا عايزه هشيل كيس. يعني احنا هوريكم كذا طريقه، هوريكم طريقه كده، طريقه اللي هو عليه السكر كده مني هشيل منه كيس، ووريكم دي طريقه تفريز بتتعمل بدل ما يبقى عصير، وبتطلعيه قبل ما بيفك بتلاقيه برده حبيبات زي ما هو كده وناشف، وقبل ما بيفك بتحطيه في الخلاط وعليه السكر وتضربي يبقى معاكي احلى عصير. الحقوه بقى، هو الكيلو ب5 جنيه والكيلو ونص ب10. الحقوا قبل ما يغلى، واللي عايز يخزن. دي حاجه، الرمان ده رهيب للانيميا والناس اللي عندها انيميا. وعندي هنا دي بنجرايه كبيره انا مفرزاها في الفريزر عندي، ده ما بستغناش عنه. بيتحط معايا حاجه. هنعمل بقى ايه؟ احنا هنفرز زي ما قلت لكم، هنشيل كيس وهنضرب هنا توم رمان. عندي هنا قصدي سوري رمان، عشان خاطر هنعمل مهلبية الرمان بالبنجر. هنبتدي كده هنا مع بعض. افضي عندي هنا في البرطة في الشفشة بتاع الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى، انا عندي هنا فضيت اهو الكمية دي في الشفشة الخلاط. هننزل عليه كده بالبنجر. شايفه ان الكميه دي كتير، هنشيل كده كام واحده. وكده عندي هنا اهو ضربنا الخليط الجميل ده. انا حطيت البنجرايه كلها عشان تدي فايده اكتر. هنصفي بقى كده الخليط وهوريكم هنعمل ايه. وده كده هنا عندي اهو الخليط اهو بتاعنا اهوت بعد لما صفيناه، الرمان مع البنجر. الحاجه دي بقى سواء عصير او مربى، حاجه رهيبه مش قادره اقول لكم يعني على الجمال والنتيجه بتاعتها للناس اللي عندها انيميا. وعندي هنا هنجيب كده حوالي كوبايه حليب. بسم الله الرحمن الرحيم. زي الفل، وفيها قشطه كده جمال جميله. وهنجيب هنا عندي النشا، كل ده على البارد، حوالي 2 الهرميه، المعلقه دي هرميه كده، 3 4. لو انا عايزاها تخينه شويه بزود معلقه، ادي كده 5. وهنزود بقى السكر حسب الرغبه بقى. انا عندي هنا الرمان مش مسكر قوي، مزز برضو. نزود كده 1 2 3 4. وهنشوف بقى وهنقلب كل المكونات دي معانا على البارد، وهرجع ارفعها على النار. وده كده شكل المهلبيه بتاعتنا بعد لما اتعملت. احنا هنسيبها تهدي شويه، وهفضيها هنا، اصبها هنا في الكاسات. وعندي هنا هقول لكم احنا عملنا ايه. انا عملت ايه. انا عندي هنا اهو ده الرمان، بوريكم بس طريقه التفريز. اللي عايز يفرز اديني حطيت على قد مثلا استعمالي. دوت اللي انا عاملاه، مفصصينه وغسلينه كويس، وحاطين عليه سكر خشن حبيبات، وبتقلبيه في قلب بعض وبتلفيه فيه كده وتشيليه في الديب فريزر. بتطلعيه من كيس الهواء وتقفليه وتشيليه. وعملنا كده هنا ده رمان عاملاه كده برضو، انا مفصصاه بحط له ميه ساقعه او ميه عاديه، ومعاه برضو السكر، والسكر منه فيه، لو عايزه تزودي بتزودي. وعندي بقى هنصب هنا المهلبيه. وعندي هنا وعملنا تاني، عندي هنا كان عندي شويه جوافه، عملت عصير جوافه بالرمان زي ما انتم شايفين كده. كاسات اهي، كوبايات معايا. بص، من 2 كيلو رمان عملنا كام حاجه، وشلنا هنشيل منه كمان. وعملت بقى عصير الجوافه، وحطيت معاه رمان، وحطيت موز كده للجرنيش على الوش.
وعندي هنا ده موز وده رمان تاني فايض اهو، هناخد منه نزين بيه المهلبيه في الاخر. انا هسيبها تهدى وهصبها لكم وهوريكم. وده كده هنا عندي شكل المهلبيه اهي، سيبناها لما هديت خالص. هنجيب كده عندي هنا اهو الرمان، هنزين بقى زي ما وريتكم كده. احنا عملنا ايه من ال2 كيلو رمان، هنزينها بقى الرمان كده في النص. تزين بقى زي ما انتوا عايزين، عشان ايه احنا عاملينها طبعا مربى بالرمان، الرمان والبنجر، الرمان والبنجر معلش. وهنزين بقى كده زي ما انتوا شايفين كده صوابع الموز. وده كده الفيديو بتاعنا خلص. ده كده الشكل النهائي بتاعنا اهو للمربى زي ما انتوا شايفين الشكل والجمال. العين بتاكل قبل البق يا جماعه، شايفين. من 2 كيلو رمان عملنا رمان كده في طبق مع سكر وشويه ميه ساقعه او ميه من الحنفيه عادي. كده كده هندخله التلاجة، اللي بيعوز بياخد على قده في طبق او بوله كده وبياكل. اللي بيحبه كده. وعملنا بعض المهلبيه اللي بالبنجر دي بقى، اللي انت بتعملي الكميه اللي انت عايزاها بقى، بتضربي ربع رمان نص رمان زي ما انت عايزه الكميه اللي انت عايزاها. انا عملت حوالي كوبايتين بالرمان وحوالي والبنجرايه، وحطيت عليهم كوبايه ونص ميه ونص كوبايه لبن. وعملت بقى حطيت السكر والنشا زي ما انتوا شفتوا، والسكر حسب الرغبه قليل او كتير. وعندي هنا دوت الكيس، عندي هنا كيس اهو فرزنا طريقه التفريز. بنفرطه وبنغسله كويس ونصفيه من الميه، ونحط عليه سكر حبيبات ونقلبه في بعضه ونحطه في الكيس. دي طريقه التفريز. ده طبعا ده مش حاجه، انا هجيب تاني ان شاء الله كميه وافرزها عشان قبل الشتاء ما يخش قوي علينا، وبينفع بيدي طاقه وحلو للبرد. وفي نفس الوقت في حديد، مليان حديد. انا كنت بجيب كريز واشيله وافرزه. كريز السنه دي غالي، لا احنا هنخزن بنجر ورمان ان شاء الله على قد يعني متناول ايدينا. وعملنا العصير اهو زي ما قلت لكم، اللي هو الجوافه بالموز والرمان. كان عندي شويه جوافه عملتهم وعملنا معاهم موز ورمان للتزيين للوش. بلاش نقول جرنيش عشان في ناس ممكن ما تعرفش يعني ايه، واخده بالها يعني ايه جرنيش. ربنا يقدرني يا رب واقدر اعمل لكم الحاجات البسيطه السهله اللي في متناول الجميع على قد ما بقدر. بحاول اجيب لكم الحاجات اللي فيها توفير اكتر. كل واحد على قده. ويا رب كل الفيديوهات تعجبكم. وما تنسوش تحطوا اللايك وتفعلوا الجرس وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. واللي ما اشتركش في القناه يخش يشترك بالاحمر بقناتي على اليوتيوب اكلات بيتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.